إنه لكم عدو مبين. ويقول ربنا جل وعلا ها هي أعمالكم معروضة علي فمن وجد خيرا فليحمد الله، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ماذا تقول لنفسك أيها الزاني؟ ماذا تقول لنفسك أيها المرابي؟ ماذا تقول لنفسك يا آكل الربا؟ ماذا تقول لربك يا آكل أموال اليتامى؟ ماذا تقول لربك يا من تفتخر بعماراتك، يا من تفتخر بسياراتك وأموالك ونسيت ان الملك لله؟ اللي فاتح صدره ده فاتح صدره على ايه؟ الملك لله والعزة لله والكبرياء لله. قال جل جلاله الكبرياء إزاري والعزة ردائي فمن نازعني في واحدة منهما قسمته ولا أبالي. متكبر على ايه؟ ده انت تراب. الشيخ احمد عوض بقاله ساعة عمال يقول الله خلقكم من تراب، عمال يقرأ قرآن مفيش فايدة. اللي ماسك سجارة ماسك، اللي ما صلاش العشاء ما صلاش، اللي مصمم ان هو مش هيقوم الفجر مصمم، اللي كل حق اخته في الميراث مازال مصمم مش هيرجع الحقوق. هتعمل ايه في القبر؟ هتعمل ايه؟ انا مش هطول عليك. سيدنا عثمان بن عفان هختم به، وحد الديان. عارف عثمان؟ سيدنا النبي جوزه بنته، يعني نسيب النبي اعظم نسب على وجه الارض، لان سيدنا النبي قال انا خيار من خيار من خيار. فسيدنا النبي زوج بنت من بنات العثمان ماتت. راح سيدنا النبي مديله التانية، ماتت التانية. شوف النبي ما قالوش انت جدع غمك اسود علينا كل ما اديك بنت تموت. لا ايه الحكاية؟ لا، شوف الرحمة المهداة. النبي ما يعرفش العيبة ابدا ابدا، ما يعرفش يطلع العيبة. ليه؟ لان الذي رباه هو الله، وان الذي علاه هو الله، وان الذي رفع شأنه هو الله. فسيدنا النبي بص لعثمان وقال له يا عثمان اسمع، والله لو عندنا الثالثة لزوجناها لك. عثمان اول واحد على وجه الارض اللي وسع المسجد النبوي في المدينة. اسأل الله ان يرزقنا جميعا زيارة الى المدينة المنورة، الى روض المصطفى صلى الله وسلم وبارك عليه. وفي حتة هنا لازم اقولها، في جماعة المنابر معلش انا ما بخافش الا من ربنا، الداعية ما يخافش الا من ربنا ولا ما يقعد في بيته. الناس اللي بتقول على المنابر اللي يروح يحج ما تبقاش تروح مسجد سيدنا النبي يبقى الحج باطل. ليه يا مولانا؟ قال دلوقتي لانك تقصد الحج. طب انا عايز اروح المدينة، اروح المدينة بس اوعى تكون قاصد الروضة، قاصد قبر النبي. امال اقصد ايه؟ قال يقصد المسجد. انا اقول له لا قيمة للمسجد النبوي ولا قيمة لمكة ولا قيمة للدنيا بدون رسول الله. طب ما راح اصلي في مجمع لمن احسن؟ اذا اصلي في مجمع لمن احسن من المسجد النبوي اذا كنت نقاصد المسجد، انما نقاصد المسجد لمن فيه. لذلك الراجل اللي وقف امام قبر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم واتى بعالم من علماء اللغة، اسمع، وبقول له قبر النبي افضل. اسمع يا مولانا، قبر النبي افضل ولا الكعبة؟ قال له اذا كنت تقصد الكعبة كمباني وطوب وحجر واسمنت يبقى الكعبة افضل من قبر النبي. اما اذا كنت تقصد قبر النبي بمن فيه فلا السماوات ولا الارض ولا الاملاك ولا الافلاك ولا العرش ولا الكرسي يساوون موضع من مواضع اظافر النبي محمد
صلى الله وسلم وبارك عليه. فأهل الرجل وقال: هذا الرجل صرخ بأعلى صوته في مسجد رسول الله وقال: نظرت إلى روض الحبيب فهالني جمال من بعده قبل قربه، فقلت إذا كان الجدار منورا فما بال الروض، فما بال ما به، ما بال قرب ضم قبر محمد وإن نور رسول الله من نور ربه. يا رجل وحد، يا رجل وحد وقل لا إله إلا الله. سيدنا عثمان أختم به، بعد ما النبي جوزه بنتين وسع المسجد النبوي، عثمان الحيي الذي استحت منه ملائكة الرب العلي، مع ذلك كان إذا وقف على القبر بكى. ده انت نسيب النبي. يا فاطمة اعملي فإني لا أملك لك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله اعملي فإني لا أملك لك من الله شيئا. فعثمان إذا وقف على القبر بكى، وإذا ذكر بالجنة والنار لا يبكي. فقيل له: يا عثمان ذكرك بالجنة والنار فلا تبكي، وإذا وقفت على القبر بكيت. قال عثمان بن عفان: إني سمعت النبي العدنان يقول: القبر أول منزل من منازل الآخرة، فإن نجا منه صاحبه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه صاحبه فما بعده أشد منه. ناديت القبور، دخلت على القبور فناديتها: أين المعظم وأين المحتقر، وأين المعز بسلطانه، وأين العزيز إذا ما افتقر. تساووا جميعا وماتوا ومات الخبر، فيا سائلي عن أناس قد مضوا أما لك فيما مضى معتبر. وصدق الشافعي إذ يقول: دع عنك ما قد فات في زمن الصبا، واذكر ذنوبك واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب. لم ينسه الملكان حين نسيته، بل أثبتاه وأنت لاغ تلعب. والروح منك وديعة أودعتها، ستردها بالرغم منك وتسلب. وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب. الليل فاعلم والنهار كلاهما أنفاسنا فيهما تعد وتحسب. في آخر الكلمة أتقدم إلى عائلة صفن بخالص العزاء في الفقيد الراحل الحاج عبد شبان صفن. أسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يجافي الأرض عن جنبيه، وأن يجعل هذه الليلة أسعد الليالي عليه يا رب العالمين، وأن يلقنه حجته، وأن ينقله من مراتع الدود إلى جنة الخلود برحمتك يا عزيز يا غفور. هذا وما كان من توفيق فمن الله الواحد الديان، وإن كان من خطأ أو سهو أو نسيان فاعذروني فإني إنسان. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأشكركم على حسن الاستماع. وأترككم الآن مع فضيلة القارئ الشيخ أحمد عوض الذي أعطاه الله مزمارا من مزمار داود. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنه صالح الأعمال، إنه ولي ذلك ومولاه والقادر عليه.